لو بتفكروا تتجوزوا فدي خطوات هتساعدكم جدا ازاي تتجوز في 5 دقايق. شوفوا الفيديو للاخر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم الخطوات اللي هتتم في عملية الزواج العالمية. اول حاجة عايزة اعرفها لكم ان مش كل عريس يتقال له جروم، لسه على الباب يا جماعة. يعني انت لما تيجي تتقدم لها وتاخد ميعاد من الحاج وتروح يبقى انت لسه اسمك سورر. سورر يعني انت لسه بتتقدم. نيجي بقى الفقرة او خطوة ان هو جاي العريس يتقدم لك. ايه اللي هيتم؟ فانتي بعد ما خدتي له ميعاد وراح يتقدم للحاج، هو كده بيعمل ايه؟ بروبوز يعني بيتقدم لك. احنا جايين النهارده ناخد لاخونا اهتم اختنا سميرة اربص، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. باباكي طبعا لازم يسالك يا بنتي، ها ايه رايك؟ هتقولي له ايه؟ This is Mr. Right. مستر رايت، هو ده ابن الحلال اللي انا مستنياه. يا رب كمل الجواز على خير. والحمد لله باباكي وافق وقال هنعمل خطوبه. الخطوبه يعني انجيجمنت يعني خطوبه. فالعريس طبعا هيقول لك انجيجمنت ايه يا حاج وخطوبه ايه؟ احنا عايزين فرح على طول، احنا هنعمل فرح. ويدنج بارتي يعني فرح. ويدنج بارتي. فاحنا كنا بنستأذن ساعاتهم من حضرتك. نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله يبقى 9 يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ نيجي للخطوه اللي بعد كده وهي هتروحوا تشتروا الذهب. احنا هنجيب دبله بس هنكتب 700,000 جنيه. ايه ده؟ فين بقيه الشبكه؟ ده خاتم الماس. خاتم الماس؟ ايه القرف ده؟ جايب لي كسر ازاز وتقول لي شبكه؟ ده 2 قيراط. 2 قيراط وانا بشتري فدان ارض، بدل ما تجيب لي طعم ده. طب هتجيبي دبل لوحدك، هنجيب الاثنين فهنجمعهم فهنقول wedding rings. اما الخطوه اللي بعد كده يا ست الكل، وان احنا هنعزم المعازيم وهنبعت الدعوات. ودعوات يعني invitations. الانفيتيشنز هنبعتها للجيستس يعني المعازيم. وليله الحنه الليلة الحنة وبكرة تخلى، الليلة الحنة وبكرة تخلى، ثورت يا بنات الحنة. وليله الحنه للعريس اسمها ستاج نايت. اما ليله الحنه للعروسه فاسمها bachelorette party. العروسه يعني برايد والعريس هنا هيبقى جروم. فاكرين في الاول كان ايه؟ اصحاب العروسه اسمهم برايد ميدز واصحاب العريس جرومز من. ونيجي بقى لفقره كتب الكتاب. وكتابك يا نقاوة عيني احلى كلام بينك. بعد ما يكتب الكتاب ونقول له خلاص اتدبستوا، tie the knot يعني اتدبستي او اتدبست. زفة يعني procession يعني زفة. المأذون بقى اسمه authorized. اما بوكيه الورد اسمه بوكيه هتحدفيه لمين؟ congratulations يا ولاد، مبروك يعني congratulations. ان شاء الله والف الف مبروك.